أهلا بكم من جديد في تغطية خاصة ومثيرة لأحداث المسلسل الدرامي مولانا. وصلنا اليوم إلى الحلقة الثالثة عشر، وهي حلقة اشتعلت فيها الصراعات وانتجت فيها دموع الفرح بدماء الغدر. أحداث متسارعة ونهاية غير متوقعة، سنكشف تفاصيلها الآن. تبدأ الحلقة بظهور جانب مثير جديد من حياة العميد كفاح، الذي يعود من سفره ليصطدم بخبر حمل عشيقته، وبدلا من الاحتواء يظهر قسوته المعهودة آمرا إياه بالتخلص من الجنين، غير مدرك أن وسام يراقب المشهد بصمت من خلف النافذة. ولم تتوقف سطوة كفاح عند هذا الحد، بل قام بابتزاز الطبيبة جمانة مستغلا علاقتها بأنور، حيث قام بحبسها الأخير وتلفيق تهمة له ليجبر جمانة على إجراء العملية غير القانونية لعشيقته. في مواجهة عاطفية نرى جواد يعاتب سلمى على قرار زواجها من أبو ربيع، لترد عليه بحرقة أنها فعلت ذلك لإنقاذ حياته. يقرر جواد الرحيل لعدم قدرته على رؤية شقيقته تزوج رجل آخر. وفي نهاية الوداع تظهر قوة سلمى حين طردت رشيدها عنه ولعنته بالجبن لهروبه وقت الشدائد، تاركة إياه في حالة من الانكسار والبكاء. تستمر مولانا في كسب وده العاجلية من خلال توزيع الرواتب والمنح، محاولا تقمص دور البطل المخلص، بل وذهب لأبعد من ذلك حين بدأ ينسب قصص وتاريخ أجداد شهلة لنفسه، مدعيا أنه الغريب الذي ملك قلوب الديار، وهو ما أثار حفيظة شهلة التي بدأت تشك في ظواهره الحقيقية. في هذه الأثناء يواصل فارس رحلة البحث عن الحقيقة، حيث يسافر إلى المدينة ليكتشف خيوطا جديدة حول هوية جاد الله الحقيقية، والجثة التي سلمت لضابط يدعى مروان القصير، مما يضع مولانا في دائرة خطر كشف المستور. تصل الأحداث إلى ذروتها في ليلة زفاف سلمى وأبو ربيع، وبينما كان الجميع يحتفل بعبور مولانا، كان قماص التابع للعقيد كفاح يترصد الضحية فوق الجبل. بطلقة غادرة أصابت الرأس، يسقط أبو ربيع قتيلا في وسط فرحه، لتتحول الزغاريد إلى صرخات ذعر. وفي حركة خبيثة لخلط الأوراق يتم توجيه أصابع الاتهام فورا إلى جواد ورشيد، اللذين كانا في موقع قريب، مما يجبرهما على الفرار بالنجاة بحياتهما من تهمة لم يرتكباها. هكذا انتهت الحلقة الثالثة عشر بجريمة قتل غامضة وهروب قسري. هل سينجح كفاح في إلصاق التهمة بجواد؟ وهل سيكتشف فارس حقيقة مولانا قبل فوات الأوان؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.